أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. هنبدأ في وحدة جديدة النهارده نتكلم عن مصر والزحف الاستعماري ومحاولة التحرر الوطني. نبدأ في الدرس الأول، هي عبارة عن 4 دروس. الدرس الأول بيتكلم عن خلفاء محمد علي وازدياد النفوذ الأجنبي. طيب، نبدأ الأول. بعد وفاة محمد علي هنوصل في الحكم إلى تولي العباس باشا الأول حكم مصر. طيب، في نوفمبر 1848 1854 مميزات عهده. تعال نشوف كده. أول حاجة في المميزات هي كلها متعلق بالطرق، بس زي ما احنا اتفقنا ما تنسوش تعمل لايك للقناة وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وأي حاجة محتاجها تقدر تتواصل معانا في التعليقات. نرجع تاني لحكم عباس باشا الأول. هنتكلم عن كل خلفاء محمد علي او كل حاكم بعد محمد علي. هنتكلم عن المميزات في عهده والمساوئ في عهده. طب المميزات في عهد عباس، انا اول حاجه اصلاح الطريق البري بين القاهره والسويس. يعني ما هذا الطريق؟ هذا الطريق مستوي. اثنين، البدء في انشاء اول خط سكه حديدي بين القاهره والاسكندريه. تبقى لما نقول بدأ انشاء خط سكه حديدي بين القاهره والاسكندريه عباس. طب سنه كام؟ 1852. طيب، مساوئ عهده، توقفت حركه النهضه في عهده التي ظهرت في عصر محمد علي. يقول لي دلل. شوف عندك، اغلق ماشي، اغلق المدارس، اغلق المصانع، خفض عدد الجيش يعني قلله، عطل اعمال الترسانه البحريه. عطل يعني وقف الترسانه اللي بتصنع السفن، وقف الصناعه بتاع السفن. يقول لك عندي كمان نقطه مهمه جدا نتكلم دلوقتي. هل كان خلفاء محمد علي على شاكلته من حيث القوه والوعي؟ بالله شفنا ده؟ لا، لم يكونوا على شاكلته من حيث القوه والوعي. دلل. لم يثبتوا كفاءه في حكم البلاد، ما عندهمش الكفاءه. اثنين، دهمتهم او صدمتهم الحضاره الاوروبيه في الوقت الذي لم يمتلكوا الكفاءه اللازمه لمواجهه هذه الحضاره، لذلك افلت زمام الامور من ايديهم، ثم تارجحوا في ميولهم لكل من بين كل من فرنسا وبريطانيا والدوله العثمانيه على حساب استقلال مصر. تبقى السؤال دايما بيجي في الامتحان. ده اللي او بما تفسر لم يكن خلفاء محمد علي على شاكلته من حيث القوى والوعي. اقول عشان 3 حاجات. هم اولا مش عندهم الكفاءه في الحكم. اثنين، صدموا الحضاره الغربيه وما عندهمش الكفاءه اللي هم يواجهوا الحضاره دي. ثلاثه، كان في ناس منهم بتميل لفرنسا وناس مع بريطانيا وناس مع الدوله العثمانيه. طيب، وده كله على حساب استقلال مصر. طيب، نخش على اللي بعده. عفو سعيد باشا تولى الحكم من 1854 لحد عام 1863. تولى سعيد باشا الحكم عقب وفاة عباس باشا الأول عام 1854. مميزات عهده. ايه هي المميزات في عهده؟ هنلاقي المميزات كتير وايضا العيوب كتير. اول حاجه في الزراعه، اهتم بتطهير ترعه المحموديه لتفي بحاجه الري والزراعه. اهتم باصلاح احوال الفلاحين حيث اصدر في اغسطس 1858 حاجه تسمى اللائحه السعيديه. اسمها اللائحه السعيديه. تبقى مين اللي عملها؟ سعيد باشا. طب ما النتيجه المترتبه على اللائحه السعيديه؟ اصبح الفلاح يحط في توريث الارض الزراعيه، يعني يقدر يورثها لاولاده. طيب، ده بالنسبه للزراعه. بالنسبه للنقل والمواصلات، خلي بالنا كده مع بعض في النقل والمواصلات. اهتم سعيد باشا بالنقل والمواصلات. طيب، ازاي؟ انهى خط سكه حديدي بين القاهره واسكندريه. تبقى انا عندي حاجتين كده. لو قال بدا في انشاء خط سكه حديدي بين القاهره والاسكندريه، الاولاني عباس باشا الاول. لو انهى خط سكه حديدي بين القاهره والاسكندريه تبقى سعيد باشا. انشا خط حديدي من القاهره للسويس. عمل خط جديد اللي كان بمهد عباس باشا. ما الطريق ده عمل خط سكه حديد. برضه خطوط التلغراف على الطريقه الحديثه بين الاسكندريه والقاهره والسويس. بالنسبه للجيش والبحريه، بذل سعيد باشا جهدا كبيرا للنهوض بالجيش والبحريه. رقم واحد، جعل الخدمه العسكريه اجباريه سنه واحده للجميع.
فتح باب الترقي امام الضباط المصريين. اهتم بالترسانة البحرية فشرع في إصلاح السفن وتجديد الأسطول. تمام؟ ده كله بالنسبة لإيه؟ لاهتمامه سواء بالنقل والمواصلات أو بالجيش والبحرية. نبدأ بقى كده نحل مع بعض. تقول لي لم يكن خلفاء محمد علي على مسلم من حيث القوى الوعي يدلل. رعاية رقم واحد لم يثبتوا كفاءة في التدريب، فأرجحوا ما بين الميل لإنجلترا وفرنسا والدولة العثمانية. وعندنا كمان ايه اتهاماتهم اوسط مناطق الحضاره الغربيه. بس سعيد باشا قلت كبير النضج الكشف البحريه جعل مده الخدمه العسكريه سنه واحده للجميع. طيب فتح باب الطريق امام الضباط المصريين. وبعدين اهتم بالترسانه وبدا يصلح السفن. اهتم سعيد باشا باصلاح احوال الفلاحين. اصدر اللائحه السعيديه. عندي طبعا اصدر اللائحه السعيديه ودي التي ادت الى جعل الفلاح الحق في توريث الارض الزراعيه وطهر ترعه المحموديه. تمام. نكمل كده بقى مع بعض مساوئ عهد عباس باشا الاول. مساوئ عهد سعيد باشا. هناخد مساوئ مين؟ سعيد باشا. في التعليم الاستمرار في عهد سعيد باشا الجمود الذي صاب التعليم في عهد عباس دلل الغى ديوان المدارس. ديوان المدارس اللي هو زي وزاره التربيه والتعليم، ولكنه شجع البعثات الاجنبيه في مصر على فتح مدارس لها بالقاهره والاسكندريه. تبقى عندي حاجتين متناقضين، قفل ديوان المدارس ولكن شجع الاجانب على انهم يفتحوا مدارس لهم في القاهره والاسكندريه. طيب ايه التدخل الاجنبي؟ وده مهم جدا. القروض الاجنبيه، قروض يعني يا جماعه واحد بيتسلف من بره. طيب شهد عصر سعيد بدات الازمه الماليه في مصر في عهد سعيد. بدات الازمه الماليه في مصر ليه بقى؟ اعتمد على رؤوس الاموال الاجنبيه من البيوت الماليه الاوروبيه فعقد اول قرض. اول قرض يعني اول مره اول واحد يتسلف ويمد ايده وياخد من البنوك كان مين؟ سعيد باشا. طب خد من البنوك ايه؟ يجي له طريق عام 1862 واندفع بعد ذلك في طريق الاستدانه ان هو يلجا وياخد من فلوس ثاني من المرابين. المرابين اللي هم بيتعاملوا بالربا بيدوا له مليون وياخدوا مليون و100 ألف يستدين منهم مقابل سندات على حساب الخزانه المصريه. طيب بعد كده امتياز قناه السويس. عند امتياز قناه السويس في الامتياز الاول وفي الامتياز الثاني. طيب بالنسبه للامتياز الاول ما عنديش فيه اي مشكله. طب بالنسبه للامتياز الثاني فيه عيوب كتيره جدا وهنذكرها في البيوت بتاعتنا. الامتياز الاول اتعمل نوفمبر 1854. طب اللي اصدره سعيد باشا لمين؟ لفرديناند دي ليسيبس. والدستور ايه؟ لفرديناند دي ليسيبس. طيب وده فرنسي. نصوصه يقضي بمنح دي ليسيبس امتياز شركه قناه السويس. ياخد الشركه دي لحفر ويبدا يحفرها ويستثمرها فتره 99 عام، فتره طويله جدا. طيب ابتداء من تاريخ فتح القناه للملاحه. طيب ايه الامتياز الثاني؟ الامتياز الثاني فيه شروط مخيفه ظالمه بالنسبه للمصريين. تبقى بيجي لي في الامتحان دلل جاء الامتياز الثاني مجحفا وظالما لحقوق مصر والمصريين. نتكلم عن الشروط بتاعته. اهم شروط امتياز قناه السويس. واحد، منح الحكومه المصريه الشركه امتياز انشاء قناه السويس. تمام. حفر ترعه المياه الصالحه للملاحه اللي هي نسميها بعد كده ترعه الاسماعيليه ودي بتيجي في الامتحان. ترعه
تم انشائها عند حفر قناه السويس وكانت الملاحه النيليه طلعت الاسماعيليه. عمل فرعان للري والشرب بياخدوا المياه بتاعهم من الترعه الاسماعيليه. 4 اخماس العمال يعني 4 على 5 من العمال يعني 80% من العمال من المصريين. تتنازل الحكومه اللي هي المصريه للشركه مجانا عن جميع الاراضي المملوكه لها المطلوبه لانشاء القناه المالحه وترعه المياه العذبه. يعني هياخدوا الارض دي بدون مقابل. للشركه الحق في فرض ما تشاء من رسوم على السفن التي تمر في القناه البحريه او الترعه العذبه. تبقى شركه قناه السويس هتفرض ضرائب على اي سفينه تعدي وتفرض براحتها. تحصل مصر مقابل ذلك والامتيازات الممنوحه للشركه على 15% من صافي الارباح. تبقى احنا ناخد 15% فقط. طيب اشترط لصحه الامتياز ان يصدق عليه السلطان العثماني. طبعا مصر تبع الدوله العثمانيه تبقى لازم السلطان العثماني اللي يمضي على هذا القرار. طيب خلينا كده نكمل مع بعض. استمر في عهد سعيد باشا الجمود الذي اصاب التعليم في عهد عباس. تبقى في عهد سعيد باشا الجمود اللي كان موجود التعليم في عهد عباس استمر. ده اللي حيث الغى سعيد ديوان المدارس. جاء عقد الامتياز الثاني من حفل وظالما لحقوق مصر والمصريين هنا يكتفي بثلاثه فقط. طبعا اول نقطه نقول رقم 1 ان يكون 4 أخماس العمال من المصريين. طيب يعني 80%. اشترط لصحة الامتياز أن يوقع عليه السلطان العثماني. رقم 3 تحصل مصر على 15% فقط من صافي الأرباح. شهد عصر سعيد باشا بداية الأزمة المالية في مصر. أو بداية الأزمة حيث استدان من الخارج وكان أول قرض من أحد البنوك البريطانية عام 1862 ولجأ للاستدانة بعد ذلك من البنوك والمرابين. المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله نبدأ نتكلم عن عاصر خديوي إسماعيل. بس ما تنسوش زي ما احنا اتفقنا تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.